سنة 96 ابتدت صناعة سيارة جديدة من فيات ضمن سياراتها الاقتصادية، وفي الوقت ده قررت فيات استهداف الأسواق النامية فانتجت الجيل الأول من فيات سينا. فيات سينا استمر انتاجها في ايطاليا لسنة 2002 واتجمعت في بلاد تانية زي تركيا والصين والبرازيل ومصر، والجيل التاني منها ابتدى تصنيعه بداية من 2012 باسم جراند سينا، لكن فيديو النهاردة هيبقى عن الجيل الأول منها. السينا كانت بتيجي بتصميم معاصر عشان يتماشى مع الاصدارات اللي نزلت من شركات تانية منافسة للفيات في الوقت ده، فمن الجزء الامامي جاب بتصميم متميز بكشافات عريضة وفي المنتصف شبكة تهوية اسفل الاكسدام، ووسط الكشافات بيفصلهم خط بعرض العربية واعلاه علامة فيات. اما الجنبين فكان بيجي مع منحنيات بسيطة وصدادات حماية، واعلى صدادات خط بطول العربية ده مع مساحات زجاجية كبيرة. اما الجزء الخلفي بيجي مع شنطة خلفية كبيرة وكشافات بسيطة جدا وصغيرة في الجنبين، وبيفصلهم خط عريض وغريب كده. ومن رأيي التصميم الخلفي للعربية كان سيء ومش متناسق مع التصميم بشكل عام. تصميم العربية جه مع ابعاد تتناسب الى حد ما مع حجمها، فالسينا كانت بتيجي بطول 4 متر 21 وعرض متر 73 وارتفاع متر 94 ووزن 1070 وشنطة خلفية بمساحة 500 لتر ده مع امكانية طي المقاعد الخلفية بحجم جنط 14 بوصة ده مع معدل استهلاك بنزين من 6 ل 10 لتر تقريبا لكل 100 كيلو، وتانك بنزين بسعة 48 لتر وتسارع من 0 ل 100 في 12 او 13 ثانية تقريبا، وسرعة قصوى من 165 ل 180 كيلو في الساعة، والتسارع والسرعة القصوى بيبقى على حسب نوع الموتور وقوته. تصميم وابعاد العربيه جه مع تجهيزات اساسيه وبسيطه تناسب سعر العربيه الاقتصادي زي سنتر لوك وتكييف وازاز كهرباء وساوند سيستم، وزي ما كانت التجهيزات بسيطه كانت برضو المواتير مقبوله. فالسينا كانت بتنزل بثلاث انواع موتور، الاول 1400 سي سي 4 سلندر 71 هورس باور، والثاني 1500 سي سي 85 هورس باور، والثالث 1600 سي سي 104 هورس باور ده مع فتيس مانوال 5 سرعات. لو خلاص قررت تشتري السينا يبقى لازم تفهم كويس مميزاتها وعيوبها، وفي 7 ميزات ممكن تكون دافع ليك انك تشتريها. اول ميزة الاقتصادية، وانا هنا بتكلم في الاقتصادية من ناحية استهلاك البنزين واللي يعتبر مناسب بمعدل زي ما قلت لك من 6 ل 10 لتر تقريبا لكل 100 كيلو. الموتور على قدر متابعتك في الصيانة الدورية، وفي حالة انك حليت مشكلة السخونة هتلاقي منه اعتمادية، ده غير انه صوته ناعم وسحبه كويس. المساحات الداخلية ومساحات التخزين فالعربية مناسبة جدا للعائلية، ولو معاك اصحابك او حد تبعك مش هتكسفك، ده غير ان مساحة الشنطة الخلفية مناسبة جدا، وكمان مع طي المقاعد الخلفية هتلاقي مساحة ممكن تنام فيها، عشان كده هتناسبك بشكل كبير لو معاك شنط او محتاجها للشغل. المتانة ونظام التعليق، متانة الصاج ميزة فيها زي اغلب عربيات فيات، ونفس النظام في العفشة، فلو بتشيك عليها من وقت للتاني هتلاقي منها اعتمادية وتتحمل معاك. تجربة القيادة، العربية سهلة في السواقة، لكن نصيحة بلاش تمشي بيها في المكسر كتير، وده عشان اعطال العفشة بتزيد مع عيوب الطريق. اما بقى على الطرق السريعة فالسحب يعتبر كويس، لكنك هتلاقي بطء شوية من 0 ل 100، ده غير ان اتزانها يعتبر كويس ومقبول، لكن استبعد تماما انك تزود سرعة العربية عن 100. تصميم العربية بيعجب ناس كتير خاصة مع سعرها المقبول، ومن رأيي لولا العك اللي حصل مع التصميم الخلفي للعربية شكلها كان هيبقى ممتاز. سعر العربية مقبول جدا وهيناسبك لو عايز عربية تبتدي بيها وبعد كده تغيرها.
كلمتك عن الميزات اللي ممكن تبقى دافع انك تشتريها، تعالى بقى اقولك على العيوب اللي هتخليك ما تفكرش فيها. اول عيب الموتور، فبرغم ان سحبه كويس وصوته مش عالي الا ان في عيب لو معالجتوش وارد قوي يزود اعطاله، وهو السخونه. العربيه بتسخن دايما خاصه مع المسافات، لكن الحل موجود وناس كتير مش بتفكر تعمله، وهو انك تخلي العربيه تشتغل مباشر اول ما العربيه تدور. لكن اتاكد ان الحل ده مش هيأثر على كهربة العربيه، وانصحك تظبط كهربتها عند حد مختص وفاهم. الصيانة العربية مش سهلة وأجزاء الميكانيكية مختلفة، ده غير إن حوض العربية ضيق وبيصعب على الصناعية الشغل فيها. خامات التصنيع، الخامات اللي اتصنعت منها العربية مش أفضل حاجة، ومع الاستهلاك هتلاقي مشاكل فيها. البرومة، برغم متانة الصاج إلا إن البرومة وارد تنتشر فيها من وقت للتاني، والمشكلة دي معروفة يعني عن عربيات فيات. الاعتمادية، العربية مش اعتمادية ووارد يظهر فيها أعطال، خاصة لو أهملت عطل فيها. وما تنساش مشكلة الموتور اللي اتكلمنا فيها، لأنك لو ملقتش حل هيبقى صعب تعتمد على العربية بشكل مستمر. قطع الغيار مش منتشرة بشكل كبير في كل المحافظات، ده غير إن سعرها غالي. اخر عيب اعادة البيع، فطبعا بسبب العيوب اللي قلتها لك اي حد هيعرفها هيفكر 1000 مرة اذا كان يشتريها ولا لا، خاصة لو مش هيعرف يتعامل مع عيوبها. طيب بشكل عام كده، بعد مميزات العربية وعيوبها، تشتري فيات سينا ولا لا؟ انا من رأيي استبعد الفيات سينا تماما من حساباتك، لانها مش هتناسبك، ولو ما عرفتش تتعامل مع عيوب العربية هتقرفك وتفرهدك عن الصناعية. عشان كده ريح نفسك واتفرج على فيديوهات تانية من سينما السيارات، وهتلاقيني مرشح لك عربيات كتير من نفس الفئة. ده كان فيديو فيات سينا، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.